اللي بيحصل نصل مرحلة انه احنا نكون مخالب العدو. بنشوف الان حكامنا وجيوشنا واعلامنا المتابعة للمشهد العام في الفترة اللي فاتت استوقفتني حاجات ما اقدر اكتر على الناس. دي حاجات استوقفتني لما نسمع الخطاب بتاع السيد رئيس مجلس السيادة هو بيكلمنا عن سياسيين الخارج السودان، وانهم اذا اخذتوا يدهم في راسهم كده وقالوا خلاص قررنا نرجع السودان، فهو بيقول لهم مرحب بكم. دي المره الكم قال برهان خطابه، وانا ممكن اوريك خطابه 6 شهور قدام. بيطلع حته اول حاجه بيسلم على الناس وبيترحم على الشهداء وبيأكد انه احنا مستمرين في دحر العدو، ماضونا في دحر العدو ونظافه السودان، وانه احنا لن نفاوض ولن نسالم ولن قلنا اي زول وطني برا السودان دارج السودان فبنقول له مرحب بك. كلام ثابت، هو الثابته يعني. فالبرهان هو شغال مع منو البرهان؟ يعني انا بيجيني سؤال الان دار ارسله لرئيس مجلس السياده. كلنا جيش، اساسا كلنا جيش. الله خلق السودانيين كلهم جيش، ثم بعد ذلك في ناس فينا بيبقوا جنجويد. الاصل في الاشياء شنو؟ انه السودان ده كله الله خلقه جيش. بعد ذاك الشاذ في القاعده انك تبقى جنجويد، الا البرهان. البرهان ده الله خلقه جنجويد حتى بعدين بقى جيش. ده الزول الوحيد اللي في السودان الله خلقه جنجويد حتى احنا بقينا جيش بالرجاله كده. احنا اللي بقينا جيش عشان نكون واضحين يعني. من هنا تخط القواعد ثابته، ما بصدم من البرهان ولا بصطدم في البرهان ولا بصطدم في زول فيكم. انا ما في حاجه بتدهشني عشان نكون واضحين. بداية للبرهان كيف انت؟ انا شايف انه البرهان ده الله خلقه جنجويد واحنا بقينا جيش. في الاصل برهان ده جنجويد، الله خلقه جنجويد. البرهان ده الله خلقه جنجويد والله العظيم. احنا بقينا جيش برضاه غصبا عنه، هتهيأت الظروف، راضي ما راضي انا ما عارف، ده موضوع يطول. لكن نخط الاصل الاشياء عشان تشوفوا انا وين بتعامل مع الزول ده كيف. كل السودان جيش الا من شذ بقى جنجويد. كل السودان حميتي ده الله خلقه شنو؟ ما دفاع شعبي ما كان جيش، حميتي جيش. اي زول في السودان ده الله خلقه جيش بعدين بيبقى جنجويد. البرهان الله خلقه جنجويد اصلا، الله خلقه جنجويد بقينا واحنا جيش. الناس قاعده كل ما يتلقى له 6 انفار السلام عليكم وعليكم السلام. طبعا اي زول برا السودان داير يجي السودان مرحب بك. السودان ما قادر افهمك انا. ما خلاص عرفنا الموضوع ده، خلاص فهمنا. اي فهمنا. شغال مع منو انت يا اخوي؟ انت شغال مع منو؟ كله 6 انفار بنتكلم عن الذهب. اي زول برا السودان داير يجي مرحب به. يا اخي بنتكلم عن الذهب، عن ابو حمد كده يحل لنا موضوع الذهب ده. اي زول في كسل ابو رصدان الشركه داير رجع مرحب. يا سعادتك ناس الشركه عندهم مشكله المويه كده مرحب به. انت شغال مع منو يا اخوي؟ ما خلاص فهمنا. اي فاهمين الموضوع ده. صدم البرهان حاجه مهمه جدا. صدم اليوم ذاك لما الناس ردوا له قال له ما بنقبلون. اول مره البرهان يطير له، ما عرف يرد شنو. اللي بيتعاون مع شنو؟ اللي بيتعاون مع الميليشيا ما حنقبل به. طب من الاول ما تقول استثناءاتك دي بس كل ما تلقى نفرين الوطنيه شنو انت بتحددها انت؟ الوطنيه معيار شنو وطنيه؟ شنو يعني تعاون مع الميليشيا؟ مدى تعاون الزول مع الميليشيا شنو؟ حاجه دي لازم يتكلم عنها البرهان. يتكلم مع البرهان عن التعويضات، ما بجيب سيره التعويضات. لا يمكن البرهان يجيب لك سيره التعويضات. برهان التعويضات تعويض يعني في متهم يعني انه في النهايه حيكون في قضيه. دايرين حقوقنا في 4 يوم بس. وده مع البرهان لا تستطيع. ما في كلام زي ده. تتكلم معه في اي شيء يزحك من الموضوع ده. الناس تقعد يا اخواننا تعمل يا اخوي دايرين تعويضات. الغلطان علينا منو حسي؟ العالم كله. الممول الرئيسي المناسبه ان احنا ننظف السودان من الدعم السريع ولا لا؟ ده مخلص
انسب فتره انه احنا الان ننتهي من الدعم السريع. هسه احنا قاعدين نعمل شنو؟ اتفضل وريني. لا ما قواتنا، قوات شنو؟ شغاله وين قواتك المسلحه؟ فجاه كده صحيتوا الصباح لقيتوا روحكم في باره، ثاني يوم طلعتوا من باره، قال لك لا لا دخول باره وما دخوله ما بيفرق معانا. لا بيفرق معانا طبعا. اذا انت باره ما فارقه معك، بابا نوسه ما فارقه معك، هجليج ما فارقه معك. الان في مشكله بتاع البترول في العالم، صح ولا غلط يا برهان؟ طبعا ما في زول فيكم بيقدر ينكر في مشكله بترول في العالم، لانه مصادر البترول في العالم قرن اسمه هجليج. هجليج في يد منو يا اخوان؟ في يد الدعم السريع. كده ادوا منطق واحد يخلي قواتنا المسلحه قاعدين يشربوا في العصير وبيحيوا في البرهان وبيسلموا عليه، والبترول حقنا، مصادر البترول، مصفات البترول قاعده في يد الدعم السريع. كده ادوني مبرر لماذا لا تتحرك القوات؟ لانه البلد دي فجاه كده نلقى القوات المسلحه في الطينه، القوات المسلحه في الضعين. لا 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 باره. طيب وراح نمشي بابنوسه، قعدنا من بابنوسه. طيب يا اخواننا عندنا الدلنج دي احنا ما حررناه الدلنج. طيب وراح نرجع مستريحه، موسى هلال عيدوا عليه وعيد على الناس اهو. بعدين يا موسى هلال، بعدين يا مناوي، فضل يا مناوي، خلاص خلصنا القصه. ايوه فهمنا. وين الحماس بتاع ترجعوا بلدكم؟ واحنا بنقعد نتفرج في الموضوع ده كتير. طبعا ما حنتفرج كتير، لكن بس انا داير اوريك، داير اوريك اللي بيحصل. ما في زول، ما تدعوا فيها. دي فرصه مناسبه عشان تعرف انه هسه اللي بيعمل فيه البرهان ده لو كان قايد الدعم السريع عمل اللي بيعمل فيه ده. ولن يتحرك القوات المسلحه شبر واحد ما حتتحركوا. مش البرهان ده جيشكم ده ما حيحركوا تاتشر، ما حيحركوا طبعا. انا ما زول يجي يخلعني بعدين ولا يتخلع يقول لي انت البرهان ما معتقد. انا البرهان ده عندي جنجويدي، جبته من الجنجويد بهناك بقيته في الجيش، ما صادمني بحاجه. وحس انا الكلام اللي بقول له في ده ما معناها ده كلام الزول العاجز ولا ما قادر. لا انا بوريك انت بتعمل في شنو. انا شايفك بتعمل في شنو. انت الان حارس الدعم السريع. قال لكم ما في هدنه. منو قال ما في هدنه؟ المخلص على الهدنه منو حسي يقول لك ما في هدنه وهنا. طيب في الميدان قاعد تتحرك تسوي شنو انت؟ اثبت لي يا قوات مسلحه انك انت ما في هدنه. كذاب. الحارس منو؟ حارس الجيش ده. الدعم السريع ما عنده امداد. 3 شهور اللي فاتت دي الدعم السريع مشغول. انا ما بعرف زول غيره اصلا يعني. في شنو احنا ما تنبأنا به وصنعناه. قبل فتره جيت تكلمت عن مثلث الموانئ، احنا حنبقى البديل. الناس كانت شايفه الموضوع ده مستحيل وانه احنا نجهز له. قبل فتره برضه جيت قلت له عندي لك فكره لا تخطر في بالك ولا في بال القاعد معاك ولا في بال اللي هيقعد معاك مليون سنه لقدام. حتى وانت جنجويدي حديك لها الفكره. جاي اتكلم عن موضوع الطاقه. اخوانا مقترحاتكم شنو للطاقه في السودان؟ الكهرباء هنعمل نجيب كهرباء من وين؟ نجيب كهرباء من وين؟ نقوم مشاريعنا دي وانتاجنا نجيب كهرباء من وين؟ في مبحث الفترة اللي فاتت اكتشفت ان احنا ممكن نعمل مصانع متحركة. فجيت قلت يا اخي ما في استقرار في السودان في المرحلة دي، ما ندخل روحنا في متاهة. نمشي دول نجيب منها مصانع متحركة، مصنع عربات في سفن. تخيل لقيت انه الحاجة دي في مصانع بتاعت معدات، مصانع حقت عربات تجي باخرة كاملة تجيف تقرش عندك في المينا تصنع لك عربات وتمشي. تخيل. شوف الغير طوالي في السوق في منه بعد السلامة طوالي. لا اللي عندهم طموح. الكلام بتاع الرؤساء اللي عندهم راي. الموضوع ده يا اخي ما تجيبوه، الموضوع ده كبير لانه انتوا خيابة، لانه شغلاتكم كلها قوالة وصواطة. اجتماعات وجبنا ناس فلان وتبلغوا في ناس فلان، دي شغلاتكم كلها صواطة. افريقيا